بقول لك ايه يا اسطى، تتحداني اللي يقول نكت احسن من التاني؟ اتحداك يا زوموليكس. بيقول لك مره موبايل بيقول للشريحه روحي وانت طالع، قالت له يخرب بيتك والرصيد اللي في بطني. بيقول لك مرة واحد صعيدي اشتغل سواق في باريس، ركبت معاه واحدة عريانة، طول الطريق عمال يبص عليها من المراية. قالت له أول مرة تشوف واحدة عريانة ولا ايه؟ قال لها لأ، بس هموت وأعرف هتطلع الأجرة منين. واحد خليجي بيسأل واحد مصري، بيقول له انتوا ليه لما حد يسألكوا سؤال بتردوا عليه بسؤال؟ قال له مين اللي قالك كده؟ بيقول لك مرة واحدة حامل غبية قوي، الناس قالوا لها جوزك بيخونك مع واحدة تانية. راحت لجوزها وقالت له قول لي الحقيقة وهسامحك. الواد اللي في بطني أمه تبقى مين؟ بيقول لك مرة واحد عفريت طلع لواحد غبي، قال له اطلب أمنية، قال له المصحف ما معايا رقمها. واحد صعيدي حب يوصل بلده بسرعة، ركب القطر وقعد يجري فيه. واحد غبي اتقدم لبنت يخطبها، قالت له انا اسفة مش هقدر ارتبط بيك عشان جوايا شخص تاني. قال لها بلاش فلسفة وقول انك حامل. بيقول لك مرة واحدة ست سايقة على الجي بي اس، فالجي بي اس قال لها انحرفي قليلا، قامت قلعة الطرحة. بيقول لك مرة واحد كان مخنوق من مراته، قال لها انا زهقت منك وهروح اتجوز هيفاء وهبي. قالت له موافقة. قال لها انت يوم وهي يوم، قالت له لا. قال لها خلاص انت يومين وهي يوم، قالت له برضه لا. قال لها خلاص انت 3 وهي يوم، قالت له لا. قال لها طب عايزة ايه؟ قالت له انت يوم وانا يوم. واحدة ست اتصلت بأمها وعمالة تعيط، أمها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها اتخانقت أنا وجوزي. قالت لها عادي يا بنتي، ما كل اللي جواز بيتخانقوا. قالت لها طيب قولي لي أعمل إيه في جثتي دلوقتي. بيقول لك مرة واحد غبي راح يشوف نتيجته في الامتحان، لقى نفسه ساقط، قام راح يتخانق مع أمه قالت له أنا مال أنا؟ قال لها طول السنة قاعدة بتلعبي وجاية آخر يومين تدعيلي. بيقول لك مرة واحدة اتصلت على جوزها وهي متعصبة، قالت له فينك يا زفت؟ قال لها تعرفي محل الذهب اللي فيه الطقم اللي عجبك امبارح؟ قالت له ايوه عارفة يا عمري يا روحي يا حياتي. قال لها انا عند الحلاق اللي جنبه يا زفتة يا بنت الزفتة. بيقول لك مرة 3 أطفال راحوا محل لعب، واحد قال للراجل عمو عايز بالونة، فالراجل جاب السلم وطلع جاب له بالونة. بعد ما نزل سأل التاني قال له عايز ايه يا حبيبي؟ قال له عايز بالونة. قال له ما قلتش ليه وانا فوق؟ المهم طلع جاب له البالونة وهو فوق. سأل التالت قال له انت كمان عايز بالونة؟ قال له لا يا عمو. قام نزل من على السلم قال له امال عايز ايه يا حبيبي؟ قال له عايز بالونتين. بيقول لك مرة واحد محشش قاعد جنب واحد صومالي، فالمحشش بص على الصومالي وقال له انت صيني؟ قام استغرب الصومالي وقال له لا. بعد شوية المحشش رجع تاني بص عليه وقال له انت صيني؟ فالصومالي اتعصب وقال له يا عم لا. بعد شوية المحشش بص على الصومالي تاني وقال له طب امك صينية؟ فالصومالي اتنرفز قوي، قال له ايوه انا صيني وامي صينية واسمي شونجلي، ارتحت. فالمحشش قال له غريبة مع اني شكلك صومالي. بيقول لك مرة واحد غبي سرق فلوس كتير ومش عارف يخبيها فين، فراح الصحراء وقعد يحفر يحفر لغاية ما عمل حفرة كبيرة، وحط الفلوس فيها وردم الحفرة، وعلم الحفرة بلوح خشب مكتوب عليه هنا مفيش فلوس. فواحد غبي معدي شاف اليافطة، قعد يحفر يحفر وخد الفلوس، وكتب على لوح الخشب حسنين ما خدش حاجة. واحد بيقول لصاحبه مراتي ماتت وبحاول اعيط من الصبح، ما قدرتش انزل ولا دمعة، مش عارف اعمل ايه. قام صاحبه قال له تخيل انها رجعت. بيقول لك واحد أقرع حس إن في حاجة ماشية على دماغه، بيحط إيده لقاها نملة، جه يشيلها قالت له استنى والنبي يا عمو آخر زحليقة. بيقول لك واحد مصري بيسأل واحد امريكي ايه اخبار الدنيا معاك؟ قال له بالنهار راكب همر وبالليل قاعد مع قمر، وانت؟ قال له بالنهار سايق تريلا وبالليل قاعد مع غوريلا.
بيقول لك مرة واحدة أمريكية وواحدة فرنسية وواحدة مصرية قاعدين يجربوا صدى صوتهم. الأمريكية قالت هلو، صدى الصوت قال هلو. الفرنسية قالت بونجور، صدى الصوت قال بونجور. المصرية قالت هي 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 هي، صدى الصوت قال حبيبة أبو أشرف. واحد غبي بيعمل تحليل دم، فالدكتور قال له انت عندك سكر في الدم، فالغبي قال له الله يكرمك يا دكتور، والله انت اللي زي العسل. بيقول لك مرة واحد راح يتقدم لواحدة طويلة قوي، فأبوها قال له المهر 500,000 جنيه. قال له ليه يا عم، انت حاسب لي المتر بكام؟ سأل واحد محشش ايه هو الحب، قال لهم عبارة عن حرفين: حمار بيكذب وبقرة بتصدق. بيقول لك مرة تلميذ بيقول لمامته تعالي معايا المدرسة بكرة. قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها المستر قال اللي مش هيعمل الواجب هضرب أمه بالجزمة. بيقول لك مرة واحد منحوس عمل المستحيل عشان يسافر أمريكا، وفعلا سافر، وأول ما وصل أمريكا لقاهم عاملين مسابقة هناك. اشترك في المسابقة وكسب، بس عشان يشوف كسب ايه لقى نفسه كسب رحلة لمصر. بيقول لك مرة واحد حماته داستها عربية، فسألوه انت شفايفك سودا كده ليه؟ قال لهم من كتر البوز في الكاوتش. لو عجبتك النكت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أحلى مسا عليكم يا رجال.